عريس بيحكوا بيقول واحنا رايحين نشتري الدهب انا وخطيبتي كان معانا حماتي وام وخال خطيب، وحصل موقف غريب شويه او انا استغربته شويه وامي خدت بالها من النقطه دي. بيقول اول ما دخلنا المحل عجب خطيبتي خاتم معين لكن واضح انه كان تقيل جدا، لكن كان واضح برضه ان هو كان عاجبها. المهم لما عرفت سعره قامت لبسته كده لحظه وراحت سايباه وقالت انه كان تقيل في ايدها جدا وان هي عايزه حاجه اخف منه. وفعلا الراجل بتاع المحل جاب لها مجموعه تانية تختار منها واختارت حاجه تانية خفيفه وشيك. فلما خلصت قامت خالتها مشاوره على خاتم تاني كده معين راح عجبها هو كمان. ولما جينا نحاسب لقينا ان السعر كان اكتر من اللي احنا كنا متفقين عليه. العريس بيقول انا وقتها الحمد لله كنت عامل حساب وجايب معايا فلوس بزياده، لكن لقيتها فجاه راحت مطلعه الخاتم الاخير وقالت بلاش ده، وقامت قالت انا اصلا مش بحب الذهب الكتير وخلاص كده حلو انا جبت اللي انا هلبسه. وفعلا اصرت انها ما تاخدوش وحاسبنا ومشينا. ولما رحنا بقى نجيب الفستان استنيت انا بره. امي بتقول ان هي بصت على فستان معين من بره الازاز كده، وبعدها راحت راجعه كده وقالت مفيش حاجه عجباني، رغم ان الفستان كان حلو جدا وكان باين قوي انه عجب، لكن هي لما ركزت في سعره لقيته غالي. فام ردت عليها وقالت لها بس هو حلو. قالت لها لا هو حلو لكن انا مش حاساه، عادي نشوف محل تاني. وبالفعل راحت محل تاني واختارت فستان شيك وسعره مش غالي. فانتوا قولوا لي رايكم، شايفين اللي هي بتعمله ده معناه ايه؟